هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. في تجربة اتعملت في جامعة هارفارد، وهي ان كان في مجموعة من الناس داخلين اختبار معين، بس قبل ما يدخلوا الاختبار لازم يملوا استمارة معينة. المفاجأة ان كان الاستمارة دي بيخرج لهم موظف مختلف عن الموظف اللي بياخد منهم الاستمارة بعد ما بيخلصوا. بس المفاجأة الأكبر إن ولا واحد فيهم أخد باله إن الموظف اللي جه ادالهم الاستمارة مختلفة عن الموظف اللي أخد منهم الاستمارة، بالرغم إن شكله متغير ولبسه وهيئته حتى لون بشرته. المقصود بده ايه؟ المقصود ان انت لما بتمر بوجع معين في حياتك او عندك مشكلة تعباك، بتلاقي نفسك ان انت كل تركيزك على المشكلة والوجع ده، بالرغم ان في تغييرات كتيرة قوي بتحصل حواليك، بس انت مش عارف تاخد بالك منها، او انت مش مختار ان انت تاخد بالك منها. ده ممكن كمان يكون حواليك حاجات كتيرة قوي بتساعدك ان انت تتحسن، بس انت برضو مش عايز تبص عليها. ممكن يكون حواليك ناس بتدعمك، ناس واقفة جنبك، ناس مش بتسيبك، بس انت برضو بتقول لا انا لوحدي، لا انا مش حواليا اي حد، لا انا مفيش حد جنبي ولا في اي حد عايز يساعدني. ده ممكن كمان يكون ربنا بيعوضك بشكل تاني في حاجات تانية في حياتك، بس انت برضو مختار تشوف حياتك ان هي اسوأ ما يمكن، ان هي ما فيهاش اي حاجة كويسة، ان الصدمة او الوجع اللي انت مريت بيه ده كان سبب ان حياتك كلها تكون للأوحش. صدقوني جزء كبير قوي من استمرارية الوجع اللي احنا بنمر بيه هي ان احنا بنختار ان احنا اصلا ما نخرجش منه، وبنختار ان احنا ما نبصش على اي حاجة تانية حوالينا. بنبقى حاسين كأن عندنا ولاء للحزن، ولاء للضيقة. ومش معنى كلامي ده ان انت ما تحزنش وما تتضايقش، بالعكس، انت تاخد وقتك في الحزن وتاخد وقتك في الضيقة، بس تبقى فاهم وواعي ان انت لازم تخرج من الضيقة دي وما تستمرش فيها، وتبص للحاجات اللي حواليك. على فكرة انت لو ركزت في اللي حواليك هتلاقي ان في ناس بتدعمك، هتلاقي ان في ناس بتحبك، هتلاقي ان ربنا حاطط في طريقك حاجات تخلي حياتك للأحسن، بس محتاجة جهد شوية منك. احنا ايوه مش هنتغير في لحظة، وايوه التغيير للأحسن هياخد وقت كبير، بس نبقى برضه في نفس الوقت بنساعد نفسنا ان احنا ناخد الخطوة دي، بنساعد نفسنا ان احنا نشوف الحاجات الحلوة اللي حوالينا، وبنساعد نفسنا ان احنا نخلي التغيير يجيلنا. ما نبقاش قافلين كل البيبان بتاعة التغيير للأحسن ونبقى مستغربين احنا ليه حاسين نفس الإحساس الوجع اللي جوانا، ليه مفيش أي حاجة حلوة بتحصل في حياتنا. أشوفكم يوم تاني إن شاء الله.